بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج ببساطة. النهاردة هنتكلم عن حاجة بتحصل دايما، بتشوفها كل يوم، إن الناس بتحب لازم تكسب في أي نقاش، يعني أكنه داخل معركة كده، ويبتدي حتى لو بالكذب يبتدي يخترع قصص، ويبتدي يتعصب جدا جدا لو اللي قدامه يعني هو بيتناقش معاه أقام عليه الحجة وما إلى ذلك. ده طبعا خلق غلط جدا جدا. حتى الإمام الشافعي قال: ما جدلت أحدا إلا تمنيت أن يظهر الحق سبحانه وتعالى الحق على لسانه. ده ما يقولش الا حد زي الامام الشافعي رحمه الله. كان فعلا لما بيتناقش بهدف انه يتعلم من غيره، بهدف انه يتعلم حاجه جديده، انه يقيم الحجه بشكل فيه قال الله قال رسول، مش بس مجرد ان احنا بالصوت العالي او ان احنا نقعد نجادل وما الى ذلك. قصه يعني طريفه ومحزنه في نفس الوقت. كان في جندي فرنساوي كان بيتناقش على احد مواقع الانترنت، وبعدين يعني النقاش سخن واحتد، فاخذته يعني العزه بالاثم وتعصب وحب انه يفرض عضلاته. فقام نشر فعلا ملفات سرية عن دبابة فرنسوية يعني. بعد فترة اكتشفوا فعلا ان الدبابة دي حقيقية، وان الملفات والحاجات اللي هو يعني شارك بيها في النقاش ده حقيقية، واتعرض طبعا لاتهام بالخيانة العظمى، وده عقوبتها في الحالة دي في الجزء ده سجن 14 سنة. فشوف التزاين ده طبعا مثل كبير شوية، لكن بيحصل على بشكل يومي بنقاشاتنا. احنا بنتناقش مش بهدف ان احنا نتعلم او نبحث عن الحق، لا، احنا دايما بنتناقش بهدف الجدال وان احنا نفوز، ويبقى عندنا حتة الكبر دي وحتة العصبية دي، ونحاول ندافع عن رأينا حتى لو بالباطل. وحتى المهم ان احنا ما نتهزمش في النقاش ده. حاول تتغير في الموضوع ده. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك رب واتوب اليك. السلام عليكم.